في الفيديو ده هقول لك ازاي قدرت ابدا اول بيزنس ليا، الاقي اول عميل لشركه الماركتنج بتاعتي، وازاي قدرت اخليه يدفع 20,000 دولار مقابل خدماتي في شهرين فقط. وده كله من غير ما ادفع اي مليم على التسويق. هقول لك بالظبط الخطوات والاستراتيجيات اللي مشيت عليها عشان ابدا البيزنس والاقي اول عميل واكبر مشروعي معاه، ومع كل خطوه هقول لك الدرس المستفاد عشان انت كمان تقدر تطبقهم وتلاقي نتيجه سريعه وتتجنب الاخطاء اللي انا وقعت فيها. أنا اسمي شادي السيد، مستشار تسويق وبراندنج، وقناتي متخصصة في تطوير الأعمال والنجاح الوظيفي. بشاركك خبرتي في البيزنس واللي اتعلمته من شغلي مع أكبر شركات على مستوى العالم. يا ريت تتابعني لو استفدت من الفيديو واعمله لايك عشان أقدر أوصل لناس أكتر. أولا أنا مشيت عكس السيناريو المعتاد لبدء البيزنس اللي الناس بتعمله، إنهم بيلاقوا فكرة بيزنس بعدين يدوروا على اسم للبيزنس، بعدين يعملوا لوجو، وبعدين ويب سايت وسوشيال ميديا، وبعدين يبدأوا يدوروا على عملاء. وفي البروسيس دي للأسف في حوالي 3 ل 4 شهور ضايعين. ده غير ان حماسك في الغالب بيقل، وانت كل ده مش عارف اصلا اذا كانت فكره البيزنس هتنجح ولا لا. اللي انا عملته بقى اني شفت ايه الحاجه اللي عندي خبره وشغف ليها، وحط تحت كلمه شغف دي مليون خط، لان ده اللي هيخليك تستمر. وبصيت على ايه الخدمات اللي ممكن اقدمها وايه اللي العملاء فعلا محتاجينه من خدماتي، وبدات اول خطوه بتحديد الخدمه وصياغه العرض بتاعي بطريقه تلمس احتياج العميل وتطمن شكه. فما رحتش قلت مثلا انا بقدم خدمات تسويق وبراندنج، انا رحت قلت بساعدك توصل لعملاء اكتر وتبيع لناس اكتر من غير ما تصرف مليم زياده على اللي بتصرفه حاليا. وخليني اعمل لك اوديت مجاني بالكامل عشان اوريك المشاكل اللي بتخسرك فلوس دلوقتي ومحتاج ايه عشان تحلها. فلو بصيت على الفرق بين العرض الاول الجاف اللي تحس ان اي حد ممكن يقوله، وبين العرض الثاني اللي فيه النتيجه اللي هيلاقيها العميل والخدمه المجانيه، هتلاقيني عملت حاجتين مهمين جدا. اول حاجه قللت مخاطر القرار، محدش هيقول لا لشيء مجاني. وثانيا زودت البريسيفد فاليو او منظور القيمه، لما قلت انك هتصرف نفس اللي بتصرفه دلوقتي بس هيرجع لك اكتر. فاول درس مستفاد من الخطوه دي، اول حاجه الناس هتشتريها هي النتيجه اللي بتقدمها من الخدمه بتاعتك، مش اسم البيزنس، مش الويب سايت، مش اللوجو. الحاجات دي هتيجي بعدين. الناس في الاول هتشتري النتيجه. فلازم قبل اي شيء تقرر ايه هي الخدمه اللي هتقدمها، وتصيغ العرض بتاعك حوالين النتيجه اللي العميل هيلاقيها. ولازم ترفق العرض ده باي شيء مجاني تقدمه في البدايه عشان تقضي على مخاطر اتخاذ القرار، وتحسن من منظور خدمتك عند العميل بانك تخليه يحس انه هيلاقي نتائج افضل من غير ما يدفع اكتر من اللي بيدفعه حاليا. بعد ما صيغت العرض بتاعي بدات مباشره اتكلم مع ناس، وده لسببين. السبب الاول اني طبعا الاقي عميل، والسبب الثاني اني اشوف مدى قوه الخدمه والعرض بتوعي واختبرهم قبل ما اعمل لنفسي بقى ويب سايت ولوجو وغيره واصرف فلوس على الفاضي. فخدت العرض ده، دورت على نتوركينج ايفنتس، ورحت قلت العرض بنفس الطريقه اللي قلتها من شويه بس باللغه الانجليزيه، ان الناس اللي موجوده ما كانوش عرب. والغريبه بقى ان الناس ما سالتنيش حتى ايه هو الويب سايت بتاعك ولا اي حاجه من الكلام ده. الناس بدات تتكلم معايا عن الماركتنج وبيعملوا ايه في البيزنس بتاعهم وناويين يعملوا ماركتنج ازاي، وكل اللي كنت بعمله اني بسمع وبقدم نصايح ببلاش. وبعدين بدات اتصل بناس معارفي عشان يسالوا لو في حد من معارفهم عايز يعمل تسويق. وفعلا لقيت اول شخص مهتم بالعرض اللي بقدمه خلال اسبوع واحد فقط، والشخص ده جالي بالمناسبه عن طريق شخص قابلته وانا في النتوركينج ايفنت. اتصلت بالعميل المحتمل ده واتفقنا على اول اجتماع. الدرس المستفاد هنا، لو انت لسه بتبدا ابدا بدايره معارفك، دور على ندوات ومؤتمرات تحضرها وتتكلم على اللي بتقدمه مع اي حد تقابله عشان تعرف رد فعلهم وتعرف اذا كانت فكرتك ليها سوق ولا لا، وتدور على طرق تطور بيها صيغه العرض بتاعك. وثانيا اتعرف على ناس حتى لو مش هيشتروا منك، لانك لما بتتعرف على حد انت مش بتتعرف عليه لوحده، انت بتتعرف عليه وعلى اللي يعرفوه، لان الشخص ده ممكن يحطك على تواصل مع شخص تاني وهكذا. فلازم تتعامل مع الناس اللي بتقابلها على انهم بذور بتزرعها. كل ما سقيت البذور دي بالنصايح والتوجيهات والتواصل، كل ما كبرت وبدات تفتح لك طرق تانية ليك. ثالث خطوه ما قبل الاجتماع مع العميل المحتمل. وهنا قبل ما اروح على الميتنج معاه درست العميل ده بالكامل، عملت بحث عميق عن البراند بتاعه. كان براند منتجات تجميل عضويه في المانيا وبيفتح في الامارات. درست كل المنتجات بتاعته على الويب سايت، المنافسين بتوعه، والمحتوى بتاعه على السوشيال ميديا. وطلعت كده شويه حاجات عنده فيها مشاكل عشان اثبت له ان شخص داخل يساعده فعلا مش داخل يهزر. البحث ده كمان خلانا نتكلم نفس اللغه وقرب وجهات النظر. وعرضت عليه اني اعمل اوديت مجاني او تحليل مجاني للبيزنس بتاعه والسوق واقول له فيه مقترحاتي. طبعا ما رفضش الموضوع لانه مش خسران حاجه، وانا كنت اوريدي عامل الاوديت ده قبل ما اروح له بالبحث اللي عملته. بس طبعا هنا انا محتاج احط الكلام دوت في برزنتيشن محترمه واتعمق اكتر في الموضوع.
الدرس المستفاد هنا لازم قبل ما تقابل اي عميل محتمل لازم تعمل بحث كامل عن كل شيء يخصه، تفهم هو واقف فين حاليا، تفهم ايه اللي بيعمله في حياته بالظبط، بص على السوشيال ميديا بتاعته، على الويب سايت بتاعه لو عنده ويب سايت، لان ده هيساعدك تلاقي المدخل الحقيقي للعرض بتاعك وتحسسه انك فاهم في مجاله. رابع خطوه، اثبت انك فعلا جدير بالخدمه. اللي لاحظته في البروسيس دي ان سهل جدا انك تلاقي عملاء، في دايما ناس بتدور على حاجه بتقدمها، فمحتاج بس ان انت تدور في المكان الصح. بس الصعب في الموضوع انك تثبت فعلا انك جدير بالخدمه دي وجدير بالثقه اللي هيحطوها فيك، والثقه ديت نقطه مهمه جدا. والعقليه اللي دخلت بيها الميتنج مع الشخص ده عشان اعرض الاوديت بتاعي اني عملت الحاجه المجانيه اللي بقدمها على انها خدمه ب$100,000. تعال نحسبها، لو كسبت العميل ده هيحصل ايه؟ هيدفع لي في الشهر حوالي $2000. لو فضل معايا سنه هعمل منه $24,000. لو جاب لي حد من طرفه عايز يعمل شغل معايا ممكن يجيب لي $2000 كمان، ويمكن يكمل معايا سنة. فقيمة العميل ما بقتش في اللي هيدفعه بس، ده في اللي هيدفعه على مدار وجوده معايا وفي اللي هيجيبه لي من عملاء تانيين لو عملت له شغل محترم. فالاوديت المجاني او الخدمه المجانيه دي ما كانتش مجرد فتح كلام والسلام، دي كانت بدايه شركه كامله. الدرس المستفاد هنا، قدم الخدمه المجانيه بتاعتك كما لو كانت مدفوعه وحاول تفوق توقعات العميل. في مقوله بتقول لك under promise و over deliver، يعني اوعد قليل وانتج اكتر من اللي بتوعد بيه عشان تبهر الشخص اللي قصادك. خامس خطوه، التسعير والاتفاق على السكوب اوف ورك. وهنا في غلطه انا عملتها عايزك تتجنبها. كنت فرحان جدا باول عميل وكنت متحمس اني ابدا واشتغل وقلقان اني اخسره لو حطيت سعر عالي، فلعبت لعبه الاسعار، حاولت اخلي السعر بتاعي اقل من اللي هو بيدفعه، ولكن ده ما كانش افضل شيء لاني تعبت جدا على ما عليت السعر معاه في المستقبل. غلطه كمان وقعت فيها اني ما حطيتش سكوب اوف ورك، فبقى يجي لي بطلبات زي مثلا ازاي نحسن اداء صفحه اللينكد ان، او عندنا ستاند في المكان الفلاني نعمل فيه ايه، فبقى يجي لي شغل صعب ان انت ترفضه لكن ما كانش ضمن اتفاقنا المبدئي، فده خلى الدنيا تمشي بشكل عشوائي شويه. فالدرس المستفاد هنا، لما تشتغل مع عميل لازم الاول تحدد السعر اللي ناوي تشتغل بيه للسنتين 3 الجايين. معاك عميل واحد، معاك 10، هيكون هو نفس السعر ده. لازم كمان تعرف ان السعر بتاعك هو انعكاس لجودة شغلك، فلو بتقدم خدمتك بشكل رخيص جدا الناس هتقلق منك، ده غير ان انت هتحصر نفسك في ليميت معين وكل الناس هتجيلك بعد كده عشان سعرك مش جودتك، وده طبعا خطر لان اي حد بسعر ارخص ممكن ياخد منك كل العملاء دول. فادرس السوق كويس وحط السعر اللي يعكس جوده ويديك مساحه تكبر. حاجه كمان، لازم تحط وثيقه مكتوبه بينك وبين العميل، ايه الحاجات اللي هتشتغلوا عليها بالظبط، المشروع هيخلص ازاي، وقت المشروع قد ايه، وقت توصيل المهام جوه المشروع هيبقى عامل ازاي، لازم يكون كل ده واضح من البدايه. سادس خطوه، بعد ما تكسب الشغلانه وتخلص اول مشروع ليك مع العميل دور على فرص للاب سيلينج. في البدايه انا كنت بتعامل مع العميل في البراندنج والاستراتيجيه بتاعت نمو البيزنس والسوشيال ميديا والمحتوى، بس لما بصيت على الويب سايت لقيت عنده مشكله في الاس اي او، ولما بصيت على الايميل ماركتنج عنده لقيت تصميم النيوزليتر اللي بيبعته ضعيف، فبدات اقترح عليه تعديلات وبدا يديني شويه شويه جزء من الشغل بتاع القنوات دي. انا مش بشتغل على الكلام ده بايدي بس عارف الشغل المفروض يتم ازاي، فدورت على ناس بتعمل ايميل ماركتنج وناس بتعمل تكنيكال اس اي او وطلبت منهم يقوموا بالشغل، وانا كنت بتابعه والعميل فعلا لقى تحسن في النتيجه، وبقيت بالشكل ده ماسك غالبا كل قنوات التسويق بتاعته. فالدرس المستفاد هنا، بناء الثقة مهم جدا، لازم تبين انك قلبك على العميل، لازم يحس انك شريك معاه في البيزنس بتاعه، لان ده في الاول والاخر استثمار ليك، انت بتستثمر في العلاقة نفسها، فما تستخسرش انك تقدم شوية توجيهات ببلاش في الاول وتحاول دايما تخلص الشغل قبل ميعاد تسليمه، لان ده في الاخر هيجيب لك شغل اكتر. عايزك تقولي في التعليقات ايه هو البيزنس اللي ناوي تبداه او بتفكر فيه او شغال فيه، لاني بفكر اطلع اعمل لايف واتكلم معاكم في ازاي تحسن الشغل اللي انت بتعمله دلوقتي والحاجات اللي انت بتعملها وازاي نقدر نطورها سوا. يا ريت لو عجبك الفيديو تعملوا لايك لان ده هيساعد القناه بشكل كبير جدا، واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.